دلوقتي هنعمل بقى الخلطه بتاعه السمك السنجاري. في طاسه على النار هنحط كده شويه خضار، عليهم معلقه من التتبيله من اللي احنا عملناها بتاعه السمك اللي في الاول خالص. هنسيبهم بقى يتبلوا على النار، وبعد كده هبتدي بقى ايه احشي بيهم السمك السنجاري. في طاسه بقى نحط شويه زيت، وبعدين هنزل عليهم بقى الاول ببصل كده ومقطعاه حلقات، وهنزل كمان بطماطم حلقات، وجزر كمان حلقات كده. كده خلطة السمك السنجاري بقت جاهزة وتمام. هقفل بقى عليها النار، وبعد كده نروح نحشي السمك. الخلطة بقى اللي عملناها هبتدي احط كده على السمك، اوزع بقى كده كويس عشان تعتبر ايه هي دي التتبيلة. هنحط عليهم بقى كده شرايح ليمون وندخلها الفرن. انا جهزت الصينية بتاعت السمك السنجاري، حطيت عليها ورقة زبدة، هحط كمان 2 من الفويل وهنزل عليهم بقى بالسمك. هدخلهم الفرن يكون سخن على درجه حراره 180. السمك هو ما بياخدش وقت في الفرن خالص او في التسويه، فهدخله ربع ساعه، بعد كده هفتح الشوايه من فوق. ووصفه قمر مع ايه.